السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير يا رب. اليوم بإذن الله عندي لكم وصفة ديال البغرير بالسميدة، وصفة ناجحة بإذن الله 100% بالنسبة للمبتدئات. قبل ما نبدأ الفيديو ديالي نبغي نشجع جوج قنوات، قناة الطبخ الجميل، وقناة شهيوات لينا. نتمنى تدخلوا وتشجعوا هاد القنوات، قنوات رائعين ويلا مبتدئين، ونتمنوا لهم حنا كاع مبتدئين نتمنوا لهم النجاح، ونتمنوا النجاح لنفوسنا، ونتمنوا النجاح لكل ما هو كل اللي عنده قناة كيستافد منها الاخر. يلا نبداو على بركه الله. عندي هنايا رابعه ديال السميده الرقيقه، او ما يعادل جوج كيسان العنبه، وجوج معالق ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر الخاشن سنيده. عندي هنا نصف لتر ماء، او ثلاثة الكيسان العنبه، 3 الكيسان حتى 3 اونص على حسب السميده. عندي هنا 2 خمارات ديال الحلوى. عندي هنا معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجينه. نبداو على بركه الله. انا غادي نحط الماء على السميده والفورس والملحه والسكر فقط. غادي نخلطهم وغادي نعملهم في الخلاط الكهربائي، وغادي نخليهم يضربوا مزيان 4 دقائق حتى ل5 دقائق بدون خميره. من بعد نكمل التتمه. من بعد ما حطيت الخليط في الخلاط الكهربائي، دابا غادي نخليه يتضرب او يتخلط مده ديال من 4 حتى ل5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق دابا زدت الخميرتين، الخميره الفوريه، عفوا الخميره ديال العجينه المعجونه، والخميره ديال الحلوى. بالنسبه اللي خافت على الخلاط ديالها، انا عارفه كل خلاط كيسخن ولا شي حاجه تخدم وطفي. بالنسبه ليا الحمد لله بدا الخلاط عندي مزيان ما كيسخنش. خليته 5 دقائق، حطيت بورطابل حدايا وحسبت 5 دقائق، ودابا زدت الخميره. دابا عاوتاني غادي نخليه يتخدم واحد 5 دقائق هذا هو السر ديال البغرير. بعد مرور 5 دقائق الثانيه صافي انا خويته هنا في هاد الصراديب نتوما كتشوفوا. دابا غادي نخليه يرتاح واحد 6 دقائق ولا 10 ماكسيموم، وعاد نطيبو ان شاء الله. من بعد ما خمر البغرير ديالنا، انا هنا بديت كنطيب. انا هنا بغيت بغرير شويه كبير، نتوما اللي بغيتو بغرير صغير ماشي مشكل على حساب المقله. البغرير ديالنا من بعد ما وجد عفوا نتوما بغيت غير نوريكم كي كيجي خفيف بزاف. شوفوا الخلف ديالو كيفاش عامل محمر كيشهي. شوفوا انا هنا العجين ما خليتهاش ثقيله، خليتها خفيفه شويه. انا ما كيعجبنيش البغرير يكون ثقيل. نشوفوا هذا الخفه ديالو
نتمنى يعجبكم وتجربوه ان شاء الله وينجح معكم. اللي عجبو الفيديو يدير جيم ويدير اشتراك، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم في وصفة اخرى ان شاء الله.